مرحبا بكم أيها الإخوان في هذا اللقاء، الشيق اللي غنقدموا لكم واحد الطرائف والغرائب اللي عرفتها منطقة ولاد خليفة برحامنا، المنطقة اللي كنحذر منها ولي الشرف باش ننتمي ليها. واليوم غادي نحكي لكم واحد القصص وطرائف كان البطل ديالها واحد من الجيران ديالنا في البادية، الأخ عبد الكريم بن هاشم من دوار جحيفة. هاد الطريفة اللي وقعت ما بين عبد الكريم وما بين بوشعيب الزهراوي من دوار ولاد بركة، يعني دوار دواوير جيران، يعني متقاربة بينها. هذا دوار ولاد بركة، دوار جحيفة، يعني كلهم في قبيلة ولاد خليفة. هاد الحكاية اللي نحكي لكم كان البطل ديالها هو عبد الكريم ولد بو بن هاشم في الصورة. عبد الكريم الرجل الخلوق الطيب اللي ما كيتكلمش بكلمة العار، فهو طيب وخلوق، ولكن هذا الرأس اللي عنده عامر بالغرائب والعجائب. وغادي نحكي لكم على واحد السيناريو كان هيئ واحد السيناريو خطير، ما عرفش العواقب ديالو. والضحية كان هو بشعيب الزهراوي، حتى هو اللي كان طيب وخلوق، ويعني إنسان كيحبوا الجميع، مثل عبد الكريم. وهاد القصة اللي وقعت مع عبد الكريم وبشعيب وقعت في حقبة السبعينات. فكانوا كيدرسوا الزرع ايامات الصيف، وكانت الحرارة شديدة. وكان عبد الكريم في تلك في هذاك النهار كان عبد الكريم هو اللي كيتبع الدواب فوق الدرسة، وشعيب كان هاز المدرة وكيجمع هذاك الزرع اللي كيتشتت بسبب ذاك الدوران ديال البهائم. فابو شعيب كان هاز المدرة وكيرجع هذاك الزرع للقاعة باش درسوا البهيم. عبد الكريم صاحب الغرائب والعجائب. في رمشة عين وبسرعة البرق بان ليه سيناريو، وما عرفش عبد الكريم، يعني ما خممش في العواقب ديالو. كان غادي قام بواحد العمل خطير، لانه شاف عقرب سوداء دخلت لواحد الغمره. ومع الناس كانوا كيدرسوا كيكونوا حافي القدمين، ما كيكونوش من العيب باش يدخل الانسان القاع بالصباط ديالو. فعبد الكريم كان حفيان كيدور فوق الدرسه، وبشعيب فوق الارض في القاعه كيجمع الزرع وتا حافي القدمين. عبد الكريم شاف واحد العقرب، شاف عقرب سوداء، وفي ذلك النهار كان شديد الحرارة. والعقرب ملي كتكون الحرارة فهي كتكون موجودة، يعني باغا عامة تلسع. فملي شاف عبد الكريم هذيك العقرب دخلت لواحد الغمرة ديال الزرع، إداك طلب من بوشعيب، قال ليه بوشعيب ضرب دوك الغمرات برجلك دخلهم للقاعة. فما كان من عبد الكريم إلا استجاب للطلب ديال عبد الكريم، وبغى يحاول يضرب الغمرة برجلو اللي فيها العقرب، وهي تلسعو العقرب. وبدا بوشعيب كيترنح من شدة الألم، من شدة الحرارة. وعبد الكريم إداك طلب من البهيم يعني تكمل المشوار ديالها وتكمل الدوران، ما تسوقش لبوشعيب. عبد الكريم كما قلت صاحب الغرائب والعجائب، وبقى بوشعيب كيترنح. وما عبد الكريم ما فكرش يقدم اسعافات اوليه لبوشعيب ولا يساعدو باش يشوف شنو مالو. كمل على الخدمه ديالو وخلاه، وحتى جاو اهالي الدوار وهما اللي حملوا بوشعيب وداوه عند الفقيه ديال الدوار في المسجد باش قرا عليه صور من القران الكريم باش هاد اللسعه ديال العقرب تبرد. الناس تلاقاو مع بوشعيب قال لي انا ما شفتش، يعني نكر ضربه بنكره، ولكن بوشعيب ديما كان عفوا عبد الكريم ضربه بنكره وقال لي انا ما شفتش بوشعيب ملي لسعته العقرب. وعبد الكريم كيخلق لك سيناريوهات في رمشة عين وبروده، ويعني هو من الطبع ديال عبد الكريم هادئ، ولكن كيخلق لك سيناريوهات خطيره. وكما شفتوا وسمعتوا بانه هيئ العقرب باش تضرب بوشعيب، ولكن ما خممش في العواقب ديالها، يعني ما خممش كون بوشعيب يكون مات. او الطريفه الاخرى ديما البطل ديالها عبد الكريم، فكان
عنده بقر في واحد، كان في المرعى، في مع البقر، وكان معاه الرفيق ديالو عبد الرحمن. فعبد الكريم شاف واحد الخضار باقي جديد ديال البقر، وكانت في يدو عصا، ومشى شد ديك العصا ورطب بها مزيان، رطب بها وخلطها مع داك الخضار ديال البقر، وطلب ونادى على عبد الرحمن، قال ليه هاك هاك رد لي هذوك البقرات راه مشاو لديك الجهه. وعبد الرحمن ملي شد العصا يداك سلتها ليه سلتها عبد الكريم وجرى عنده باش وتلطخت اليدين ديال عبد الرحمن بالخضار. عبد الكريم زعما راه بطل. يعني هما يشوفوا داك المشهد ديال وترطبت اليد ديال عبد الرحمن كامله عمرت خضار ديال البقر. وبقى عبد الكريم كيضحك. والطريقه الاخرى ديما البطل ديال عبد الكريم فهو كان في وقت حرث، وكان كيتوجه للفدان كل صباح، كان هو وبا سالم كيعبروا هذاك الزرع اللي كيدوه للفدان باش يزرعوه ويحرثوه مع الفجر. النهار الاخر عبد الرحمن الرفيق ديال عبد الكريم كيمشي معاه الفدان باش يحرثوا الزرع. عبد الرحمن دار شي زبله بهذا المفهوم، دار شي زبله وسمع الاب الوالد ديال عبد الرحمن با سالم رحمه الله، اللي كان صارم وما كيتعاتقش مع عبد الرحمن لا دار شي. وفعلا ملي عبد الرحمن دار ديك الزبله جا عند عبد الكريم قال لي مع المغرب، قال لي عبد الكريم قال لي شوف لي فين نعس. وعبد الكريم قرا السيناريو بالخف وداه ناعس وحده دوك الخناشي اللي منهم كيجبدوا داك الزرع وكيعبروه باش كيدوه يزرعوه في الفدان مع الفجر. وهذيك الليله تناول عبد الكريم العشاء مع با سالم في غياب عبد الرحمن اللي مخبي حدا الخناشي وناعس بالجلابه وداير القب وناعس. عبد الكريم بغى يتفرج في عبد الرحمن كياكل العصا. فملي تعشى وبطبطها مزيان، يعني تعشى مزيان وشبع. هذه بطبطها هذه راه كلمه عندنا متداوله في البلاد، ملي كيشبع الانسان وكيقول لك بطبطها. ملي بطبطها عبد الكريم فهو قال با سالم، قال اقترح عليه، قال لي علاش ما نمشوش نعبروا الزرع الليله بلا ما نخلوه حتى الصباح مع الفجر وعاد نعبروه. نوض با سالم الليله نعبروا الزرع ونبقاو هانين الصباح نوض ونمشي ديريكت الفدان. وفعلا حبت با سالم الفكره وناض، مشاو يعبروا الزرع في الليل في ذاك البيت اللي فيه الخناشي ديال الزرع. وفعلا با سالم ملي دخل فلقاه جلابه ولقى عبد الرحمن مغط ومخبي اداك، شدو وبقى يسلخ فيه وعبد الرحمن وعبد الكريم. وبقى با سالم كيضرب في عبد الرحمن وعبد الكريم كيتفرج وما تدخلش باش يفك. هذه هي هذا هو الطابع ديال عبد الكريم صاحب المانيرات، والطرائف والقصص والحكايات. وعبد الكريم رجل طيب وخلوق، ولكن عزيز عليه السيناريوهات وفايت خلق سيناريوهات اللي الحكايات ديال عبد الكريم والقصص ديالو كلها القبيله يعني كتحتفظ بها وعبد الكريم كان ذكي بالرغم من الهدوء ديالو الطيب والخصال ديالو الطيبه، فهو عزيز عليه السيناريوهات وكيبغي يتفرج، وهذا هو الطابع ديالو. وكنتمناو لعبد الكريم الصحه والعافيه وطول العمر، وهو اللي متعنا بهذه القصص هذه. وراه هذا الشيء اللي عاودت لكم راه قليل وراه عنده الكثير والكثير.